الوجه العام لقريتنا الحبيبة وأناسها منذ زمن بعيد يدعون للفخر، فهو وجه الالتزام وكثافة مخافة الله في قلوب أهلها الذين حاولوا دائما أن يكونوا بعلاقة طيبة مع الله وبالله رغم تغيير الظروف والشروط والحياة وأساليبها الجديدة الحديثة. فهناك شخصيات حققوا الكثير في حياتهم في مجالات متنوعة، ورغم ذلك قرروا أن يكثفوا أعمالهم وأوقاتهم التي يتقربون بها إلى الله، ويعتبرون هذا بمثابة رسالة ملقاة على عاتقهم لإرشاد الناس على المنابر والمساجد. استضفنا اليوم من ضمن الشخصيات اللامعة في بلدنا الحبيبة منذ بداية خطاها ومقتبل العمر، حاصل على شهادة أكاديمية في التدريس، لجأ إلى حفظ القرآن وكان إماما وخطيبا على مدار السنوات. سنتعرف على التفاصيل بشكل أدق في هذا اللقاء مع الشيخ القدير أحمد عمر عاصي. أهلا وسهلا بك شيخنا. حياكم الله أستاذ. شيخنا الراقي، نتشرف اليوم باللقاء بك لتعرفنا أكثر عن نفسك ومراحل حياتك المتنوعة ما بين طلب العلم والدخول في مجال الدين وأداء رسالة مقدسة من خلال الخطابة في مساجد القرية منذ زمن بعيد. حدثنا قليلا عن نفسك. حياكم الله وبارك الله فيكم. بشكركم وبشكر الإدارة في مدرسة عمر بن الخطاب على هذا اللقاء معكم إن شاء الله. نتشرف نلقي معكم ونجيب على أسئلتكم قدر ما نستطيع إن شاء الله. أنا أخوكم وخادمكم إن شاء الله الشيخ أحمد عمر عاصي من مواليد كفر برا. ولدت أنا في 9/4/1960. عمري اليوم 64 سنة والحمد لله. متزوج وعندي 4 أبناء وبنت واحدة، وعندي منهم اللي تزوج يعني 9 أحفاد وحفيدات. الله يحفظهم ويحفظكم جميعا. أنا اليوم متقاعد عن وظيفتي، ولكني يعني أعمل في كلية العلوم الشرعية في كفر برا. أعمل في المكتبي، مسؤول عن المكتبي، وأيضا حاضر في موضوع النحو. ما هو مجال دراستك؟ أين درست وماذا كان تخصصك؟ كأي إنسان يعني بيبدأ في مراحل حياته الأولى في الابتدائيين. تعلمت أنا الابتدائيين في مدرسة كفر برا في هذه المدرسة. بعدين انتقلت الصف التاسع على كفر قاسم، تعلمت الصف التاسع. وبعد ما أنهيت الصف التاسع انتقلت للمدرسة الثانوية في الطير، تعلمت فرع فيزياء. وبعدها انتقلت على كلية بيت بيرل، تعلمت مدرس كبير في 3 سنوات. وبدأت مهنة التدريس من 1983. أيضا في 1984 بدأت إمام في مسجد علي بن أبي طالب. واليوم يعني أنا متقاعد وفي كلية العلوم الشرعية في كفر برا، مسؤول عن المكتبي، وعندي أيضا بحاضر عن موضوع النحو للطلاب. هل كان هناك سببا لتختار مجال التربية والتعليم؟ كان في بدي بالبداية إني يعني أتعلم طبيب، ولكن يعني الظروف ما سمحت لي من ناحية اقتصادية وكل هذه القضايا، زائد فيش يعني مجال في الجامعات هنا الواحد يطلع خارج البلاد يتعلم. فهذا كان يعني أحد العوائق اللي أعاقت إني أتعلم مهنة الطب. ولكن في النهاية اخترت مهنة التدريس اللي هي يعني أسهل بالنسبة لي كانت، حتى يعني أقوم بدوري في الحياة وأعيل يعني أسرتي. أين كانت لك تجربة عملك في هذه المهنة وكم سنة؟ بدأت أولا في النقب في قرية اسمها الفرعة، علمت فيها سنة. كنت يعني أسكن في تل السبع، والساعة 7 الصبح أخرج على الفرعة، كانت بعيد عن تل السبع حوالي ساعة. علمت هناك سنة، ثم انتقلت لراهط، علمت في راهط سنة. وبعدها انتقلت للد، علمت فيها 7 سنوات مدرسا. وبعدها يعني استقلت من التعليم وبقيت في وظيفة الإمامة حتى سنة 2012.
حدثنا عن الخطوة التي قررت أن تخطوها لترك مجال التعليم وأن تخصص نفسك لأداء رسالتك الدينية. أنا من الأساس يعني الحمد لله يعني رسالتي من صغري وأنا في الصف السابع يعني بدأت في مسار العبادة والصلاة والإيمان بالله، ويعني المحافظة على الصلاة. أيضا لما انتقلت على كفر القاسم تعرفت على الحركة الإسلامية وعلى رئيسها وعلى أفرادها، وهذا ساعد أن ننقل الحركة الإسلامية لكفر برا. بعدين يعني وجودي في هذا الأمر يعني جعلني عندي أشغال كثيرة، يعني وجودي في الحركة الإسلامية وأيضا مسؤول عن الحركة الإسلامية في كفر برا. وبعدين كان عندنا أيضا المجلس في سنة 1983 الحركة الإسلامية فازت في رئاسة المجلس، فكان علي أشغال كثيرة، منها شغل في الحركة الإسلامية ومنها الدعوة والتعليم. فوجدت أنه يعني استمراري في هذا المجال يعني أجمع بين كل هالوظائف يعني صعب علي كثير، فاخترت في النهاية أني أبقى في وظيفة الإمام في كفر برا، لأنها قريبة إلى شغلي أكثر مع الناس ومع أعمال الدعوة. وقررت إني يعني أقوم بالاستقالة من سلك التربية والتعليم. هل كان لتجربتك في مجال التربية والتعليم علاقة بهذا الأمر؟ يعني الاستقالة أو الخروج من التعليم طبعا، وبسبب إنه يعني الوظيفة بدها التزام يومي، بدها تحضير، ودائما يعني حضور اجتماعات ولقاءات، في هناك كثير من المهام على المعلم. وأنا شفت إنه يعني هذه المهام إذا أنا بدي أشتغل بكل هذا الشغل اللي علي رايح إني أقصر في مهنة التعليم وما أقولش بواجبي، والوقت أيضا عندي كان يعني ملان وضيق، فلذلك يعني هذا أثر علي إني أتخذ قرار الاستقالة من مهنة التدريس الرسمية. ما هي الأشياء التي ساهمت فيها وكانت مفيدة على القرية؟ الحمد لله يعني أنا زي ما ذكرت لكم إنه أنا من الصف التاسع كنت في كفر قاسم، تعلمت الصف التاسع، وفي الصف التاسع تعرفت على شباب من كفر قاسم، وعن طريقهم تعرفت على الحركة الإسلامية لساتها كانت في بداية نشأتها. فانضميت للحركة الإسلامية من جيل 15 سنة في كفر قاسم. ولما كبرت أكثر دخلنا الحركة الإسلامية على كفر برا بالتعاون طبعا زي ما قلت لكم مع الشيخ كامل ريان، اللي أعطى دفعة قوية للحركة الإسلامية، وكثير من الشباب والفتيات اللي كانوا تايهين مش عارفين شو عليهم، فدخول الحركة الإسلامية على كفر برا كانت سببا لهداية الكثير من الشباب والفتيات اللي هم كانوا تائهين. فهذا الأمر كثير يعني انعكس على البلد، كثير ناس صاروا يقرأوا القرآن، يتعلموا القراءة والكتابة. في ناس كانوا أميين لا يعرفون القراءة والكتابة، دخول الحركة الإسلامية علمتهم القراءة والكتابة، صاروا يقرأوا في الكتب. أدخلنا علم التجويد على البلد، تقريبا يعني كان لا يخلو بيت من معرفة علم التجويد، كيف قراءة القرآن الكريم. أدخلنا أيضا المشاريع التطوعية على كفر برا اللي هي معسكرات عمل إسلامي، يعني في كفر برا عملنا أكثر من 12 معسكر عمل في كفر برا، اللي هي نهضت بالقرية بشكل كبير جدا. كثير وفرت على الناس الأموال، وفرت على المجلس الأموال. فالمعسكرات العمل طورت البلد بشكل كبير، حتى يعني أصبحت كفر برا يعني مشهورة في البلاد، وحصلت على شهادة زهرة القرى عدة مرات من الدولة. فهذا يدل على أنه يعني دخول الحركة الإسلامية على كفر برا كان يعني كثير مهم جدا ثقافة الناس، وأيضا على النهضة العمرانية في البلد. أيضا الحمد لله أني تشرفت أني أسست مسجد أبو بكر الصديق اللي هو جنب المدرسة الإعدادية. هذا المسجد ما كان هو مسجد في الأصل، وإنما كان عبارة عن مكتبة وفيها غرف. ففي سنة 1993
أول ما بديت يعني في الصلاة في إحدى الغرف المكتبي، هو الحمد لله يعني الله أكرمني كنت أنا. وبعدها بدأوا الناس يجوا على المحل يصلوا، بدأ الناس يكثروا، فإحنا بدأنا نوسع في هذا المحل في المسجد حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم بيصلي فيه المئات من المصلين والمصليات والمسلمات. فكثير ناس بيصلوا اليوم في المسجد، وإن شاء الله بيكون يعني أجر كبير من هذا العمل، إنه أصبحنا يعني سبب لهداية الكثير من الناس ووصول الناس للمسجد. كذلك هذا كان في 1993. بعدها كنت اليد اليمين للشيخ رائد، واليوم هو دكتور الحمد لله، دكتور في الشريعة، الشيخ رائد عبد الرحيم. كنت اليد اليمين له في تأسيس دار القرآن الكريم. وبعدها في سنة تقريبا 2013 كنت يعني مساعد له في تأسيس الكلية العلوم الشرعية في كوربرا. وتعرف اليوم هنالك كثير من الطلاب والطالبات في البلاد تعلموا في هذه المدرسة في هذه الكلية، يعني اليوم عددهم يعني بالآلاف اللي هم صاروا متخرجين من كلية العلوم الشرعية في كوربرا. وهذا يعني من فضل الله علينا وعلى أهل كوربرا، إنه إحنا ساهمنا بعدة مشاريع. هذه يعني بضع معلومات عن المشاريع اللي أنا يعني كنت مساهم فيها، والحمد لله. ما هي أهمية التعليم والتثقيف الديني في مجتمعنا؟ طبعا يعني الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه لا هدف، وربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأساس الإنسان هو إيمانه وعبادته وأخلاقه الحسنة، هذا الأساس. ومش فقط يعني للعرب، وإنما لكل العالم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث للعالم، وما أرسلناك، ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فرسالة سيدنا محمد هي للعالم حتى ينقذهم من النار ويدخلوا الجنة. وهذا بيحتاج إنه إيش؟ إحنا نتخلق بأخلاق الإسلام، نكون مؤمنين. فلذلك يعني الإيمان والعمل الصالح والعبادات هي أساس كل إنسان، هو يعني رأس ماله. فلذلك يعني إحنا حرصنا إنه إحنا نتربى من صغرنا على هذه التربية، وأيضا ننقل هذه الأشياء أيضا للأجيال الأخرى. فلذلك هي مهمة جدا التربية الإسلامية والعلمية لكل إنسان وكل شاب في هذه البلدة. هل تلقيت دعما بطريقة أو بأخرى من أهالي القرية في حين حتى تستمر بهذا الطريق الديني؟ أكيد الحمد لله. يعني بشكر كل أهل القرية اللي يعني كان همهم من مصلحة البلد وإنجاح كل المشاريع في القرية وإنجاح الشباب أيضا. وأنا يعني من صغري لما التزمت بالحركة الإسلامية ودخلنا الحركة الإسلامية على كوربرا، وكان يعني معنا اللي هو دخل العبادة بشكل رسمي وقوي يعني الشيخ كامل ريان. احنا وياه تعاوننا على انه نقوي الحركة الإسلامية بين الشباب وبين الفتيات. فعلا كان عندنا عدد كبير من الشباب والفتيات اللي هم التزموا بهذا الخط، خط الدعوة وخط الإيمان وخط العبادة. ولذلك يعني هذا الأمر كان مهم جدا للشباب. ووجودي أنا في مسؤولية الحركة الإسلامية وإمام مسجد أيضا كان هذا السبب سببا ودافعا لدعم أهل البلد إلي في مراحل حياتي. فعلا أنا أشكرهم على كل الدعم اللي تلقيته منهم. هل خضت تجارب في مجال عمل آخر خلال السنوات الأخيرة؟ حدثنا عنه. هل خضت تجارب في مجال عمل آخر خلال السنوات الأخيرة؟ حدثنا عنه. حاولت مرة إني أشتغل مرافع شرعي، أخذت يعني شهادة في سنة 1990 مرافع شرعي، وحاولت في البداية وفتحت مكتب في كوربرا، ولكن يعني وجدت إنه عملي في هذا المجال
يتعارض مع وجودي كإمام مسجد. يعني بضطر إني يعني أحيانا أترك صلوات في المسجد وأكون في جولات على الناس وفي جلسات في المحاكم الشرعية. فلذلك يعني هذا الأمر يعني ما شجعني إني أستمر في مهنة المرافعة الشرعية، واستمريت في موضوع الإمامة. رغم أني أخذت يعني أيضا لقب أول في المحاماة المدنية، ولكني ما فكرت إني أشتغل غير هذا الأمر. في سنة 2012 كان لي يعني مجال أن أدخل التفتيش على المساجد، وفعلا يعني قسم الطوائف في وزارة الداخلية اختارني مفتشا على المساجد في المثلث الجنوبي، بعدين في المثلث الشمالي، واشتغلت ل5 سنوات. واليوم أنا يعني بشتغل في مسؤول عن مكتبي، وأيضا بحاضر في موضوع النحو في كلية العلوم الشرعية في الخبر. قلت أنك اشتغلت في المرافعة الشرعية، ما هو أهم عمل قمت به في هذه الفترة القصيرة في المرافعة الشرعية؟ نعم، هي عبارة عن عدة أشهر يعني اشتغلت فيها، ولكن الحمد لله يعني حققنا فيها إنجازات يعني كبيرة على مستوى الوسط العربي. في مرة جاءتني امرأة وطلبت إني أعمل لها استئناف على قرار قاضي يافا. هي امرأة مطلقة، زوجها تزوج عليها ويريد أن يأخذ الأولاد منها أيضا اللي كانوا عمرهم أكثر من 11 سنة. فهي بتقول يعني إنه أنا يعني زوجي تزوج علي وأخرى بده يأخذ أولادي، فهذا يعني لا يجوز. والقاضي كان حاكم لزوجها إنه يأخذ الأولاد، فأرادت إنه أنا أستأنف على قرار قاضي يافا. فأنا استعنت بالشيخ عبد الله بن درويش مؤسس الحركة الإسلامية رحمه الله، استعنت فيه إنه يساعدنا كيف نقدم يعني استئناف قوي جدا. وفعلا قدمنا استئناف، لأنه كان في المحاكم الشرعية إنه الولد إذا بلغ 11 سنة فهو بينتقل إلى حضانة والديه. وهي يعني بتقول إنه صعب إني يعني زوجي يعني تزوج علي وطلقني، ويعني أيضا يعني أفقد أولادي. ففعلا يعني زي ما قلت لكم استعنت بالشيخ عبد الله، وإحنا أثبتنا عن طريق المذهب الحنفي إنه في مجال إنه الولد يبقى في حضانة أمه لجيل 17، وبعدها الولد هو يختار وين يروح، عند أبوه ولا عند أمه. ولذلك يعني إحنا أثبتنا عن طريق دراسة المذهب الحنفي إنه في مجال في المذهب الحنفي إنه الولد يعني يبلغ 17 وبعدين يقرر، مش من 11. وقدمنا للمحكمة الاستئناف للقدس، وفعلا استطعنا أن نلغي قرار القاضي ونثبت الأولاد لأمهم. وكان هذا القرار هو سابقة في المحاكم الشرعية في إسرائيل، واليوم بيعتمدوا هذا القرار إنه الولد يبقى بحضانة أمه إذا كانت مطلقة، يبقى بحضانة أمه حتى جيل 17، بعدها الولد هو بيقرر وين يروح، عند أبوه ولا عند أمه. فهذا من فضل الله علينا إنه إحنا يعني كنا بالتعاون مع الشيخ عبد الله بن درويش رحمه الله، إنه تعاوننا كيف إنه نغير قرار المحكمة بنفس المذهب اللي ماشي في المحاكم الشرعية، المذهب الحنفي، إنه لا، في مجال إنه الولد يبلغ 17 عند أمه ثم ينتقل إلى حضانة أبيه أو حضانة أمه حسب اختياره. ما هي نصيحتك للشاب المسلم الذي يواجه التحديات في فهم وتطبيق الدين في حياته اليومية؟ كل إنسان لازم يتحلى بالصبر، يعني أول شيء الإيمان ثم بالصبر، يصبر. إذا كان مؤمن بطريقه، مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وعارف إنه هذا الطريق يعني طريق بدها صبر وبدها تحمل، ف يعني بنصحه إنه دائما يكون مؤمن صادق ويتحلى بالصبر ويضع قدامه الأهداف وما يعني ييأس من تحقيقها.
لأنه ربنا قال إن الله على كل شيء قدير، ربنا على كل شيء قدير. ولذلك إحنا يجب أن نزيح من أمامنا شيء اسمه مستحيل، ودائما نستعين بالله القدير. فإذا الله قدير فإحنا يعني لا نيأس من تحقيق أهدافنا. فمهما يعني شفنا من أشياء في مجتمعنا من معاصي من ذنوب وكذا، لازم إحنا يعني ما يأثرش علينا، نلتزم في ديننا ونتمسك في ديننا وندعو الناس إلى الخير. والشيء الطيب في البلد أيضا نقويه، والكل كلهم يعني اصبروا وتحملوا. وهي الحياة يعني هي ليست يعني رحلة سهلة، ولكنها شاقة فيها متاعب كثيرة. فالمسلم يجب عليه إيش؟ أنه يتحمل من أجل الله سبحانه وتعالى، ومن أجل الهدف الكبير وهو الوصول إلى الجنة إن شاء الله في نهاية المطاف. ماذا تقول لطلاب مدرستنا وطاقمها؟ بالنسبة للطاقم، احنا بنقول لهم انه طلاب المدرسة يعني عددهم كبير، ولما نيجي مثلا نحسب احتمال نجد انه ربع سكان البلد موجودين في المدارس. فلذلك هم يعني اماني بين ايديكم يا المدير والمعلمين. الطلاب هذول هم لساتهم في جيل صغير، وتربيتهم اماني في اعناقكم. فبنتأمل انكم دائما تعطوهم الشيء الاحسن وتصبروا عليهم، وما تيأسوا من انكم دائما تخرجوا منهم الشيء الثمين والطيب والنجاح. فلذلك بدنا منكم يعني دائما تبدعوا في عطائكم وتصبروا عليهم وتتحملوا يعني المشاكل اللي تجي منهم. هذا شيء يعني مهم جدا، لانه يعني هذول هم طلابهم امل المستقبل. ولذلك يعني بدنا نعمل مستقبل مشرق لكبربرة عن طريق يعني تخريج طلاب وطالبات على مستوى من الفهم والثقافة والوعي. بالنسبة للطلاب أنا بقول لهم يعني أنتم جايين على المدرسة مو جايين يعني للتنزه، أنتم جايين تتعلموا. هدفكم هو التعلم، اكتساب المعرفة، وهدفكم إنكم تكون عندكم أخلاق طيبة، آداب. فلذلك يعني الطالب لما يجي على المدرسة هو جاي لهدف يتعلم وينضبط في سلوكه، ويكون عنده فهم ووعي لكيف ينسجم ويندمج بالحياة. فلذلك يعني بطلب من كل طالب وطالبة انهم يجتهدوا، انهم يتعلموا، انهم يعني في البيت يحضروا دروسهم بشكل طيب، يعطوا مجال من الوقت للدراسة في البيت، يحلوا وظائفهم، يجوا على المدرسة هم جاهزين، يسمعوا للمعلمين والمعلمات، ما يكونوا سيئين، ما يكون عندهم عنف بين بعض ولا في داخل الصف. بالعكس يتميزوا بالأخلاق الطيبة. وإحنا الحمد لله نحن مسلمون، ولذلك يعني بنتأمل إنه يعني الطلاب والطالبات إنهم يتخلقوا بأخلاق الإسلام، مش يكونوا مؤمنين بالله صح، يصلوا، يتخلقوا بالأخلاق الحسنة، ما يكون عندهم يعني عنف، ولا جايين هنا مشان يقضوا وقت. لا، المدرسة مش لتقضية وقت الفراغ، وإنما المدرسة هي لملء الفراغ بالشيء الحسن والطيب. فالإنسان الطالب إذا ما ملأ وقته بالشيء الطيب راح يملأ بالشيء السيء. فلذلك يعني إذا الإنسان الطالب من البداية استقام ومشى صح، بظل طول حياته مستقيم وبنجح في حياته وبحقق أهدافه. فلذلك يعني نتأمل من الطلاب إنهم يعني يفهموا رسالتهم في المدرسة، ويعني يدخلوا السرور لأنفسهم بنجاحهم، ويدخلوا السرور لقلوب أهلهم أيضا بنجاحهم وتوفيقهم. ماذا تنصح الشباب قريتنا الحبيبة وأهليها؟ ننصح الشباب لأن هم يعني أمامهم المستقبل مفتوح. الشاب لساته في يعني مقتبل العمر، لساته عنده أحلام كثيرة، عنده أهداف في الحياة لسه ما تحققت. فلذلك يعني ننصح أول شيء يكون شاب مؤمن. الشباب بشكل عام ننصحهم أن يكونوا مؤمنين بالله عز وجل، وأن يلتزموا بالأخلاق الحسنة، أن يؤدوا عبادتهم لله سبحانه وتعالى، زي ما قلنا في البداية قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلذلك كل شاب إذا استقام
إن شاء الله بيظل مستقيم. إذا انحرف صعب يرجع. فلذلك بنناشد الشباب اللي هم أمل المستقبل إنهم يلتزموا بالإيمان بالإسلام بالصلوات بالعبادات بالأخلاق الحسنة، ودائما يعني يقلدوا الطيبين في البلد، يقلدوا الناس الناجحين في البلد، ما يلفتوش على الشباب أو على الناس اللي هم فاشلين. لا، لازم يعني ينظروا للناس اللي نجحوا في الحياة، نجحوا في بلدهم، حققوا أهدافهم، هذول يكونوا قدوتهم، ويعني يحاولوا يقلدوهم ولا يقلدوا الشباب الفاشلين، الشباب اللي يعني ماشوا في طريق السيء، ودائما هذه الطرق السيئة نتيجتها مأساوية. أما الطريق الحسنة اللي هي طريق الإيمان وطريق العبادة وطريق الأخلاق الحسنة، هذه دائما بتوصلهم زي ما وصلتنا إحنا بشرنا بالبداية صح في طريق الاستقامة، والحمد لله لازلنا على هذا الطريق وناجحين بفضل الله عز وجل. ولذلك يعني كل واحد بده يعني ينجح من هذول الشباب لازم يعني ينشغل بدينه، ينشغل بالتعلم، يتعلم، ما قدرش يتعلم ينشغل بوظيفته في عمله، يشتغل، ما يكونش إنسان عالي على الغير، لازم يشتغلوا، لازم يتعلموا، لازم يتوظفوا، لازم يعني يتخلقوا بالأخلاق الحسنة، يكونوا يعني الأمل المشرق لأهل كفر برا. شيخنا الغالي، تشرفنا بك اليوم، ازددنا بهجة بالمعلومات التي عرفناها عنك، دمت بحفظ الله ورعايته بالصحة والعافية. شكرا لك منا نحن طاقم إذاعة مدرسة عمر بن الخطاب بإشراف المربية نزيهة عاصي. أشكركم جميعا، وأشكر المعلمة نزيهة عبد الله، وأشكر مدير المدرسة عمران أبو خيط، وأشكر كل طاقم التعليم في هذه المدرسة، وبتمنى لكم إن شاء الله النجاح والتوفيق. بارك الله فيكم.